السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب في فيديو جديد، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة جدا من تيم ايزي education. النهاردة هنتكلم عن تطبيق نوشن، التطبيق اللي معروف واللي كتير جدا اتكلموا عنه، واتكلمنا عنه في سيشن إدارة الوقت. لو ما اتفرجتش على السيشن دي فأنصحك إن أنت تتفرج عليها، هنسيب لك اللينك بتاعها في الكومنتس. وطبعا احنا عملنا السيشن دي عشان كان في حد كتب لنا في الكومنتس إن احنا نعمل سيشن عن تطبيق نوشن. فخلينا كده بكل بساطة، تطبيق نوشن هو عبارة عن تطبيق من خلاله بننظم المشاريع بتاعتنا، بننظم كل حاجة عمل لنا ضغط على دماغنا بننظمها على نوشن، بحيث ان الموضوع دماغنا بس نشغله في التاسك اللي احنا عايزين نعمله، مش في تنظيم التاسك. فخلينا نبدأ. Let's get started. تمام، دلوقتي احنا على موقع نوشن. بكل بساطه لو عايزين نشوف ازاي ندخل على الموقع ده، فهسيب لكم اللينك، او ان انت تكتب كده نوشن، بعد كده انتر وتضغط على اول لينك زي ما انت شايف كده. فخلينا نطلع من الويب سايت اللي كنا عليه ونشوف ده. دلوقتي ده الويب سايت بتاع نوشن. لو انت عايز تعمل اكونت هتضغط على جيت نوشن فري، وعندك طبعا اوبشنز لطيفه جدا، زي ان انت تعمل كونتينيوس جوجل، فده اوبشن جميل جدا هيخليك انت تساين اب باستخدام الجيميل. طب بعد ما تساين اب والدنيا زي الفل، طبعا انا عندي اكونت فمش هعمل ساين اب، فلو انت عندك اكونت تعمل لوجين. طب بعد ما تعمل كل ده هيحولك على الويب سايت بتاع نوشن. طب انت ممكن تستعمل نوشن على الويب سايت، ممكن تستعمل كنسخه الديسكتوب. طب انت عايز تستعمل نسخه الديسكتوب هتضغط على الداونلود، بعد كده تضغط على نوشن. تمام، بعد كده تنزل تحت شويه هتلاقي مكتوب داونلود فور ويندوز، داونلود فور ماك، ولو انت لينكس برضو تقدر تعمل له داونلود عادي خالص. تمام، بعد ما تعمله داونلود ايه اللي هيحصل؟ طبعا هتعمل له انستول والدنيا تبقى زي الفل. وبعد كده تعالى نشوف دي نسخه الابلكيشن، ما فيهاش اي اختلاف خالص لو انت استعملت نسخه الويب سايت عادي خالص. فخلينا نشوف ايه هنا اللي موجود. طبعا في شويه حاجات، البيجز دي مش هتبقى عندك لان انا اللي عملت لها كرييت، فهنعرف ازاي نعمل كرييت. بس قبل كل حاجه، انت بتستخدم الاداه دي ليه؟ عشان تساعدك في تنظيم مهامك. طب بكل بساطه انت ما تتعمقش قوي في التولز، يعني انت بس خد الحاجه اللي تهمك. فاحنا بقول لك طريقه بسيطه جدا تخليك تستعمل نوشن وبابسط اداه ممكنه، وهي التمبلتس. التمبلتس هي عباره عن القوالب، بتساعدك بكل بساطه عن ان انت بدل ما تبدا تنشئ الحاجه من الصفر، لا انت قالب جاهز تاخده وتبدا تشتغل عليه. فانت مثلا لو عايز تدو ليست، فعندك تدو ليست هنا. تمام، تعمل جيت تمبلت هيعمل لك اضافه للتمبلت ده عندك في النوشن. طب عندك هنا ده الكاتيجوري بتاع الورك، انت ممكن تشوف كاتيجوري بتاعت حاجات مختلفه جدا، بس خلينا كده نعمل للتودو ليست دي جيت تمبلت ونشوف ايه اللي هيحصل. دلوقتي انا عملت لها جيت تمبلت وبالشكل ده موجوده عندي في نوشن. طبعا لو انت عايز تedit، عايز تغير اسم التاسك ده، فممكن مثلا اغير اسم التاسك بالشكل ده. انا كده خلينا نمسح الاسم ده، ومثلا نكتب تاسك مثلا تاسك 1، وبالشكل ده ايه ده هو ما كتبش ليه؟ خلينا نمسح، نكتب تاسك بالظبط كده، هو كتب تاسك اهو زي الفل. طبعا تقدر تedit على كل حاجه، بس يعني لما اعرفك النهارده الادوات البسيطه، ممكن بقى تخليك ان انت تستخدم التمبلتس بافضل طريقه ممكنه. فخلينا نعرف ازاي احنا نبني صفحه من البدايه كده ونبدا نتعرف على نوشن اكتر. اول حاجه عندك حاجه اسمها نيو بيج، وهنا عندك اد بيج. الاثنين زي بعض عادي، لو ضغطت هنا او هنا مش هتفرق. تمام، تعال نضغط على كلوز سايد بار دي، بحيث ان نقفل السايد بار ويبقى عندنا الفول سكرين مود كده والدنيا تبقى زي الفل. طب اول حاجه ده التايتل بتاع البيج بتاعك، فانا مثلا نسميها ايزي education. تمام، ونضغط على اد ايكون. اد ايكون دي بتحط ايكون معين، فمثلا انت عندك ايكونز مختلفه زي الايموجيز. طبعا لو عايز ايكونز فهنا في ايكونز. طبعا هو كده انا شغال بالانترنت، يعني انت لازم تشغله بالانترنت عشان يابلود الحاجات دي، او ان هو يعمل يعني يوريك الايكونز والحاجات دي. غير كده في حاجات معينه تبقى موجوده وحاجات لا، ولما يرجع النت هيبدا يابلود الحاجات الايديتس اللي انت حطيتها في النوشن، وابدا اكنك ان انت كنت شغال وانت اونلاين عادي. بس في حاجات معينه مش هتشتغل اللي هي بتحتاج انترنت. طب زي الفل. طبعا انا ممكن اضغط كاستم وابلود الفايل، او ان انا احط لينك. فخلينا نحط اي حاجه دلوقتي، نعمل مثلا الايكون دي، وبعد كده اد كفر. وهنا مثلا عايز تغير الكفر ده فتشانج كفر هنا. وعندك الان سبلاش لو انت عايز عندك لينك لايمج معينه تابلود ايمج من على البي سي. جاليري مثلا ده فيه ايمجز مختلفه، فخلينا نضيف مثلا اي ايمجز من اي حاجه هنا. مثلا نضيف دي حلوه جميله.
تمام زي الفل. هنا في حاجه اسمها ريبوزيشن، ان انت تغير، يعني بص انا كده بايه بحرك الصوره. تمام، لو كنت لاحظت هتلاقي ان الصوره من تحت كان في احمر ومن فوق ابيض، فانا جوه بحركها واضغط سيف بوزيشن والدنيا تبقى زي الفل. طب بعد ما عملت كل ده نعمل ايه بعد كده؟ طبعا انت هو بيقول لك write something or praise space for AI، او ان انت تستخدم الفورورد سلاش فور كومنتس. تمام، هنا لو كتبت كده انا كده بكتب تكست عادي خالص. طب تمام، طب انا عايز احط بقى شويه بلوكات. اولا زي ما بقول اهو، هو بيستعمل البلوكات، بلوكس كده اكنها مكعبات وبتركبها على بعض والدنيا بتبقى زي الفل. اول امر معين بنستخدمه هو الفورورد سلاش. الفورورد سلاش دي فيها كل البلوكس اللي انت ممكن تحتاجها. تمام، احنا مش هنتكلم طبعا عن كل البلوكس دي، انت زي ما انت شايف بلوكس كتير جدا، ولكن احنا هنتكلم عن الحاجه اللي تهمك. عندي حاجه اسمها تو دو ليست اللي احنا لسه متعرفين عليها من شويه. طبعا التكست دي حاجه بسيطه جدا، تكست عادي. البيج دي ان انت تضيف بيج جوه بيج، يعني انا لو اتكيت عليها كده فانا ضفت بيج، فمثلا نكتب تيست مثلا. تمام، فانا كده اهو زي ما انت شايف الامتداد ايزي اديوكيشن تيست، فانا كده في ايزي اديوكيشن، جوه ايزي اديوكيشن في تيست، انا جوه تيست بقى. تمام، فدي الامبيدد بيج. تعالوا نشوف ايه كمان موجود. عندنا حاجه اسمها تو دو ليست. التو دو ليست دي هي حاجه بسيطه جدا، انت اهو لان احنا لسه كنا عاملين التمبلت بتاعها اخدينه، فهو عادي خالص. انت ممكن تعمل مثلا تكتب تاسك مثلا، ايوه مش راضي يتكتب لي تاسك 1، ولو انا خلصت تاسك 1 فاضغط كده فخلاص هو فينشد والدنيا زي الفل. طب تمام، عندك ايه تاني يا باشا؟ عندنا حاجه اسمها الهيدنجز. الهيدنجز دي او العناوين، انت ممكن تجيبها كده بالفورد سلاش هيدنج 1 هيدنج 2 هيدنج 3، بس في شورت كات جميل قوي، هو اضغط شيفت مع حرف او حرف ايه رقم 3 ويعرض لك الهاشتاج، وبعد كده اضغط سبيس. كده خلاص انا عملت الشورت كات بتاع الهيدنج. او مثلا اكتب تيست، مثلا لو عملت 2 هاشتاجز وكتبت تيست كده، بص، وعملت سبيس مش هيحصل حاجه، بس قبل تيست يعني بعد الهاشتاج على طول اضغط سبيس هتلاقيه حوله لهيدنج 2، وبعد كده هيدنج 3 بالشكل ده ونكتب تيست. تمام كده، دي شورت كاتس بسيطه جدا لموضوع الهيدنجز والدنيا تبقى زي الفل. في برده شورت كات لحاجه جميله قوي اسمها الباليتد ليست، برضو ممكن تجيبها من هنا، تكتب بي يو اهو باليتد ليست، او اللي هي اللي بتكون الليست اللي هي بتبقى بالنقاط وكده، المين بوينتس بمعنى اصح. ممكن تعملها على علامه الاستريك وتضغط على السبيس، خلاص اهو عمل لك الباليتد ليست. طب زي الفل. عندك ايه تاني يا صديقي العزيز؟ عندك حاجه اسمها تيبل. التيبل دي زي الشيت الاكسل عادي، ما فيهاش اختلاف يعني. النمبر ليست ان انت تضغط ارقام، برضو ممكن بدل ما تعمل نمبر ليست ممكن واحد وسبيس، برضو اهو عمل نمبر ليست اهو. يعني مثلا اكتب هنا مثلا واحد 1، ادي عمل لي 2 اوتوماتيك، انا بضغط انتر بس هو بيعمل لي دوبليكيت وبيحدث الرقم معايا والدنيا تبقى زي الفل. طب تمام، خلينا نشوف ايه كمان تولز جميله قوي. وتول مهمه قوي هي الكويت. الكويت دي اللي انت مثلا ايه عندك مقوله معينه ممكن تحطها. التوجل ليست دي جميله جدا جدا جدا. التوجل ليست دي ان انت مثلا مثلا انت بتذاكر ماده زي الانجليش، تمام، والانجليش دي فيها شويه حاجات خاصه بالانجليش بس، فانت عاملها في توجل ليست بحيث ان انت تفتح هنا تحط بقى الداتا بتاعت الانجليش. مثلا انت عليك في الانجليش ان انت خلينا نعمل كده مثلا ايه تو دو ليست اهو. تمام، ويعمل مثلا ليسون 1 بالشكل ده، وليسون 2 2، تمام، وهكذا. فلما اقفل ده خلاص ده خاص بالانجليش، لما اضغط عليها تاني هيعرض لي الحاجات اللي جواها. فده تول، دي تول جميله جدا جدا جدا، فانصحك ان انت تستخدمها. وطبعا انت لما بتعمل ميكس ما بين كل التولز بتطلع بحاجه كويسه جدا جدا جدا. بس زي ما بقول لك استخدم الحاجه ببساطه، يعني مش ما تخليش الموضوع معقد يعني. الديفيزل دي اللي هي بتقسم ما بين البلوكس وبعضها. لينك تو بيج، لو انت عندك بيج منفصله وعايز تلينك بحيث ان انت بدل ما تروح على البيج الثانيه، لا انت اوريدي تضغط على، يعني مثلا لو ضغطت على لينك تو بيج وهلينك بالتاسكس، تمام، هي التاسكس مش جوه ايزي اديوكيشن بس هي بره، بس انا عملتها اللينك بحيث ان انا مش لسه هروح للتاسك، لا انا من جوه ايزي اديوكيشن الصفحه دي هضغط عليها تاسكس كده اوتوماتيك حولني على صفحه التاسك. طب خلينا نرجع للصفحه اللي احنا عليها دي. تمام، ايزي اديوكيشن بالشكل ده. خلينا نشوف في ايه تاني عندنا حاجه اسمها كول اوت. دي برضو حاجه جميله قوي، دي الهنت الحاجات المهمه انت بتعملها بالكول اوت دي بحيث ان انت ايه تاخد بالك منها يعني. خلينا بقى نتكلم عن حاجه جميله جدا جدا جدا، ودي اكتر حاجه تستخدمها، وهي الداتابيز. ايه الداتابيز دي؟ الداتابيز يعني خلينا نعمل فورد سلاش ونكتب داتابيز. الداتابيز دي بص بكل بساطه هو جدول زي اللي احنا شايفينه من شويه بتاع التاسك، هو موجود هنا. فانا مثلا ممكن اكتب تاسك بالشكل ده واكتب هنا اسم التاسك، فنفترض مثلا التاسك ده اسمه تاسك 1، تمام، وهكذا تاسك 2 تاسك 3، اي تاسك بقى مش هتفرق. هنا بقى عندك شويه بروبرتيز. ايه البروبرتيز دي؟ نفترض مثلا ان انا عايز اعمل تشيك بوكس هنا، تمام. طبعا التشيك بوكس ده مش تشيك بوكس، ده سيلكشن عادي بسلكت بيه على البورد ديت.
ولكن في حاجه اسمها تشيك بوكس، بتضغط على علامه البلس دي تمام عشان تضيف بروبرتي. البروبرتي ليها تايبس مختلفه جدا زي ما انت شايف. ممكن تستخدم التايب بتاع التشيك بوكس، وبعد كده ممكن تشيل الاسم بالشكل ده، احنا مش محتاجين الاسم، ونطلع بقى من البروبرتي دي وخلاص. البروبرتي اهي. طبعا ممكن اقلل بقى يعني اجي هنا شايف اللون اتحول لازرق، بعد كده اصغر كده اهوت بكل بساطه، بعد كده اشدها واحطها قبل خانه النيم، بحيث ان الايه التشيك بوكس تبقى قبل اسم التاسك. طب زي الفل. طب افرض وانا بكتب تاسك عايز اشوف التاسكات اللي انا خلصتها، اللي انا عملت لها كده اهو فينيشد، يعني هل معقول ان انا ان انا تانيين اعد؟ اكيد لا. يعني هو البرنامج فادني بايه؟ فميزه البرنامج بقى هنا ان انت لو نزلت تحت بص، كل كولوم هتلاقي تحتيه حاجه، فالكولوم ده فيه تحتيه حاجه كده علامه زي الفورمولا. انا لو عملت كده كاونت تقول هيعدها لي حتى التشيكد والانشيكد. هنا التشيكد اهو، هنا الانشيكد البيرسنت تشيكد ان هو يعملها لك في المية كده، المفروض يعملها لي 100% بالظبط. لو شلت كده بقى عمل لي بنسبه معينه عن طريق هو بيحسبها ازاي بقى. لو انا عايز اعد عادي خالص يبقى تشيكد 2 تشيكد تمام زي الفل. طب لو انا عايز اعد كام تاسك هاجي هنا وكالكوليت واعمل كاونت اول كالكوليت، عمل لي 3. طب ليه؟ عشان في ايه؟ عشان في 2 روز لو شلتهم بكل بساطه هيقول لي ان ده تاسك واحد. طب لو عايز اضيف اتكه نيو نيو تاني عادي خالص. طب زي الفل. ممكن اعمل ايه؟ نفترض مثلا التاسك اللي انا بعمله هو مش تاسك بيخدم حاجه واحده، مش بيخدم الدراسه بس، لا هو بيخدم الدراسه والشغل والصحه وهكذا. فمثلا ممكن نيجي على البروبرتي دي ونعدل عليها، نخليها بدل كده نخليها كاتيجوري بالشكل ده، كاتيجوري. طبعا مش فارقه السبيلنج صح ولا غلط، المهم بس ايه تفهم الفكره. طب هنا طبعا انت اول ما بتنشئ اي بروبرتي لازم تحدد التايب بتاعها، فالتايب بتاعها احنا عايزينها مالتي سيلكت. طب ليه مالتي سيلكت؟ مالتي سيلكت دي بتسمح لك ان انت تحط كذا اوبشن، لكن سيلكت دي بتخليك تستخدم حاجه واحده. طب تعال نشوف دي بتعمل ايه. تعال نضغط على مالتي سيلكت ونضغط اكس هنا، وبعد كده نشوف التاسك ده مثلا بيخدم الاديوكيشن. طبعا ميزه التطبيق هنتكلم فيه في فكره ان انا دلوقتي هل معقول هكتب اديوكيشن كل شويه؟ لا. انا بص لو جيت هنا اهو اديوكيشن بقت سيفد، اضغط عليها بس كليك وخلاص الدنيا زي الفل. طب انا عايز اضيف بقى ان هي تبع الهيلث الصحه، تبع الورك تمام، تبع اي حاجه بقى، مش هتفرق بقى ايه تاني، المهم ان انت فهمت الفكره يعني. طب دلوقتي اللون ده يعني انا شايف الهيلث مش اللون ده مش ماشي معايا، انا عايز بس احس بالموضوع، فهاجي هنا عند الهيلث والثلاث نقاط دي واغير اللون بتاعها، مثلا نخليها جرين واخلي الاديوكيشن مثلا ريد وزي الفل كده تمام. طبعا في اوبشنز جميله جدا تقدر تشتغل عليها في فكره الالوان دي، بحيث ان انت تبقى يبقى اللون يدل على الكاتيجوري اللي انت حاططها. كمان ممكن تستخدم البريوريتي لو انت عايز تعمل الاولويه. طبعا لو انت بتقول ان انا عمال اكتب بالانجلش عادي خالص، انت ممكن تكتب بالعربي، بس خلينا بس نحدد التايب الاول. التايب بتاعنا هيكون سيلكت، لان مفيش تاسك هيكون ليه اولويتين، ان اولويه مثلا عاليه واولويه واطيه، لا خالص، هو ليه اولويه واحده. فمثلا ممكن نكتب هنا الاولويه بالشكل ده عادي خالص، هو بيدعم اللغه العربيه، واكتب هنا مثلا عالي تمام. اكتب بص لو كتبت مهم، بص دي مهم اهو، المفروض دي يعمل الاثنين زي الكاتيجوري، لا خالص هيشيل العالي ويخلي مهم. وطبعا هو خلاص هم سيفد عندي تمام. مثلا عاجل تمام برضو مش هينفع ليه، لان انا عامل سيلكت ان هو يختار حاجه واحده بس. فانت شايف فهمت شويه تولز جميله جدا. في حاجه هنا اسمها فلتر، الفلتر دي بحيث ان انت عايز مثلا عامل يعني خلينا كده نجرب بتجربه عمليه. لو انا خدت التاسك دي 1، حطيت هنا تاسك 1، حطيت هنا تاسك 1، والتاسك 1 دي مثلا اديته مهم، والتاسك ده خليته مثلا مش مهم، التاسك ده مثلا خليته عاجل تمام زي الفل. هاجي هنا اضغط على فلتر وانا عايزه يظهر لي التاسكات المهمه، فهاجي هنا عند الاولويه واقول له الاولويه، بص بيقول لك الاولويه از، لو الاولويه مثلا مهمه فخلاص هو هيعرض لي كل التاسكات اللي الاولويه بتاعتها مهمه. طب لو انا مثلا عايز المهم والمش مهم فهو عرضها لك. طب لو انت عايز ترتب التاسكات بتاعتك من حيث التشيكد والان تشيكد، هتيجي عند سورت وتعمل، طبعا خلينا نشيل الفلتر ده ان اهو ديليت فلتر، بعد كده نضغط على سورت ونسورت من حيث التشيكد. طب زي الفل. تعال نشوف هو بيتشيك ازاي. هو كده بيرتب من الصغير للكبير، يعني من ان تشيكد للتشيكد. طب لو عايز اعكس هضغط عليها واعمل اسكيدنج دي اغيرها للديسكيدنج. طب بالظبط كده زي الفل بقى، هو التشيكد الان تشيكد اعمل كده تمام كده. بص نقلها فوق، يعني هي بص اللي فيها education دي خلينا لا دي اللي هي فيها عاجل هضغط عليها بص اتنقلت فوق اهي زي ما انت شايف. فالموضوع لطيف جدا، ومع التعود ومع كثرة ان انت تتعامل مع نوشن هتعرف هتفهم كل حاجة انت عايز تفهمها.
هنا طبعا لو انت عايز تخلي الصفحه فيفوريت، هنا الابديتس اللي انت بتضيفها، لان هو اصلا مخصص للتيمز. لو انت بتشتغل مع تيمز بقى وكل واحد بيأديت، فهيظهر لك كل اللي بيعمل اديت هنا. طبعا هنا في 3 نقط دي، ان انت لو عايز تغير الفونت بتاعك، عايز تخلي سمول تكست، عايز تخلي ان انت فول ويث ان ياخد عرض الصفحه كلها، تلوك البيج بحيث ان انت مش بالغلط تضيف مثلا حاجه تخلي الموضوع يبوظ، وهكذا يعني. فالموضوع جميل جدا جدا جدا، وانصحك ان انت تتعامل مع برنامج نوشن على انه اداه بتساعدك، مش اداه هي اللي هتحقق لك اهدافك. لان طول ما انت معتمد على اداه، لا، انت اعتمد عليها في ان هي بتنظم لك عقلك، بدل ما عقلك بس هو مشغول. يعني عقلك انت دلوقتي هو مشغول بتنظيم التاسكات، وان انا عليا كذا حاجه ومش عارف اعمل ايه وايه 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 وكده. فنوشن هو مميز في الفكره دي، ان هو انت هتديله كل حاجه وهو لا ينظم لك الدنيا وزي الفل، وانت تشوف بقى كل حاجه قدامك بدل ما كل حاجه في دماغك. ولو استخدمت ورقه، فالورقه بتضيع الورق يعني، وكل الظروف اللي بتحصل اللي تخلي الورقه مش افضل حاجه. فنوشن بجد برنامج جميل جدا، لو انت استعملته وفهمت هو ماشي ازاي والدنيا زي الفل، خلاص انت هتقدر تستخدمه باريحيه قوي، وهيفيدك جدا جدا جدا. طبعا ما تنساش تكتب لنا رايك في الكومنتس، ولو عندك اي تعليقات بخصوص السيشن برضو قول لنا في الكومنتس، والقاك في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.